كابتن شوبير من كتر تركيزه مع نادي الزمالك بيغلط غلط ما يغلطهوش مقدم برامج صغير جدا جدا جدا، ده بيغلط في التاريخ وبيغلط في الارقام. تعالوا نشوف كابتن شوبير غلط في ايه ونيجي نعلق على اللي هو غلط فيه. ممكن صدرك يبقى مفتوح اكتر شويه معايا؟ انا مع حاجه. طيب ايه الازمه، سبب الازمه اللي حصلت في مباراه الاهلي والزمالك والتي ادت الى انسحاب النادي الاهلي في النهايه؟ الرابطه تصدر بيان ان حكام اجانب، الاتحاد يقول لك الوقت ضيق ما عرفناش نجيب حكام، وكانت النتيجه في النهايه انه لاول مره في التاريخ النادي الاهلي ينسحب امام نادي الزمالك. يا سلام يا سلام عليك يا كابتن شوبير، النادي الاهلي اول مره كان ينسحب من قدام نادي الزمالك المره بتاعت سنه 25. ده مين اللي قال كده؟ طب اسال ويكيبيديا، طب اسال جوجل، طب اسال المعد عندك في البرنامج. ان اشك لو هو هيقول لك الكلام ده، ولا انت عايز تقول معلومه تفرح بيها جمهور الاهلي وخلاص؟ وهم كده كده يا عيني بيصدقوا اي حاجه وبيجروا ورا اي معلومه تفرحهم عشان النادي اللي بيشجعوه، لان هم مش هيسالوا ومش هيدوروا، لان هم بيثقوا في اي حاجه بيقولها شخص بينتمي للنادي الاهلي. تعالى بقى وانا اقول لك النادي الاهلي انسحب كم مره قدام نادي الزمالك. النادي الاهلي انسحب قدام نادي الزمالك 5 مرات قبل المره بتاعت 25، يعني بكده يبقوا 6 مرات، واقولهم لك بالتفصيل. اول مره سنه 29 في ربع نهائي كاس مصر، النادي الاهلي انسحب قدام نادي الزمالك بسبب احداث شغب كانت بتحصل وهو ما قدرش يكمل الماتش وانسحب قدام نادي الزمالك. اما تاني مره كانت في الدوري سنه 41، انسحب النادي الاهلي من قدام نادي الزمالك، عشان كده كان الزمالك كان حاسم بطوله الدوري وكان هو بطل الدوري سنه 41. المره الثالثه سنه 66 النادي الاهلي انسحب امام نادي الزمالك بسبب اخطاء تحكيميه وما قدرش يكمل الماتش ساعتها، وبكده تبقى دي ثالث مره. ركز معايا كده وهقول لك المره الرابعه. المره الرابعه انسحب النادي الاهلي قدام نادي الزمالك في بطوله الدوري برضو سنه 72 بسبب هدف احرزه نادي الزمالك، والاهلي ساعتها احتاج احتجاج كبير وما قدرش يكمل الماتش لان حصل احداث شغب وانسحب قدام نادي الزمالك. اما بقى المره الخامسه، تعالى لي بقى وانا اقول لك على المره الاخيره قبل المره السادسه بتاعه المره الوحيده اللي هي سنه 25. المره الخامسه كانت سنه 2004 في البطوله العربيه. النادي الاهلي رفض يستكمل البطوله وكان الماتش اللي عليه الدور امام نادي الزمالك عشان كان في مشكله في الصفقات، واعترض النادي الاهلي اعتراض كبير وما لعبش امام نادي الزمالك ساعتها. يبقى كده كام مره؟ 5 مرات. مش المره اللي انسحب فيها النادي الاهلي سنه 25 هي كانت المره الوحيده يا كابتن شوبير. انا عارف مفيش اي حد من جمهور النادي الاهلي اخد باله من المعلومه دي ولا يركز فيها، لانه كده كده بيفرحوا باي حاجه بتتقال. جمهور الاهلي كده كده هيصدقك، بس جمهور الزمالك واعي وفاهم ومش هيعدي لك. ولا يهمك قول معلومات غلط واحنا موجودين وهنصححها لك.